الكتف هو اكتر مفصل عرضه للاصابات في الجيم. دايما طول الوقت بيجي لنا في العيادات ناس مصابين في الكتف بتاعهم بسبب تمارين الجيم، وكمان بيجي لنا كباتن جيم بيجي لهم اصابات في الكتف برضه. فالنهارده ان شاء الله هعرفك اسوأ 3 تمارين بتسبب اصابه الكتف واللي محتاج تتجنبهم تماما. طبعا في تمارين تاني ممكن تسبب الاصابه، بس ال3 تمارين دول هم الاسوأ على الاطلاق، محتاج تتجنبهم تماما. وهقول لك ايه البدائل الامنه واللي هتحقق افضل نتيجه ممكنه معاك، وهتنشط نفس العضلات الممكنه للتمارين دي، وهتحقق معاك افضل نتيجه ان شاء الله. اسوأ تمرين بيسبب اصابه الكتف وهو الابرايت رو. هو تمرين مشهور جدا، مش عارف الناس بتحب تعمله ليه. هو التمرين ده الابرايت رو ده من اسوأ التمارين للكتف، وده لانك بترفع ايدك للجنب وانت عامل انترنال روتيشن في الكتف، تمام؟ فده بيسبب خنق في مفصل الكتف، بيضغط على الاوتار، هيسبب لك التهابات وهيسبب لك اصابه مزمنه هتقرفك بشكل كبير جدا. طيب بتحب التمرين ده وعايز تعمل التمرين ده وشايف ان هو بيجيب معاك نتيجه، رغم ان في بدائل احسن طبعا هنقولها، بس لو عايز تعمل التمرين ده لازم تعدله. هتعدله ازاي؟ هتمسك ماسكه واسعه مش ماسكه ضيقه. دي اول حاجه، تمسك ماسكه واسعه، وما تيجي ترفع ايدك هترفع ايدك تبقى اعلى من كوعك. يعني ما ترفع يبقى ايدك بالوضع ده كده، لازم ايدك تبقى اعلى من كوعك بالوضع ده، مش لتحت. تحت كده انت بتخنق اوتار الكتف وهتسبب لك التهابات بكل سهوله. لا، هنعمله يبقى ايدينا بالوضع ده، بنزل وبطلع بالوضع ده كده. واصلا التمرين ده بيستهدف اللاترال دلتويد، وتمرين الرفرفه الجانبي اللي هوريه لك دلوقتي افضل بكتير، وهتفضل تحقق معاه افضل نتائج، وهتقوي معاه عضلات الكتف الجانبيه بكل سهوله. تمرين الرفرفه الجانبي تقدر تعمله بدمبل زي ده، دمبلين، او تقدر تعمله على الكيبل، ان انت تمسك الكيبل بالجنب اوريه لكم. فلو هنعمله بالجنب بالدنابل دي، فانت تمرين الرفرفه الجانبي ده عظيم جدا، بيستهدف نفس العضله وهيحقق معاك افضل النتائج الممكنه. اسوأ تاني تمرين وهو بيهايند ذا نيك بول داون، انك تلعب السحب لورا بالوضع ده كده. ليه التمرين ده سيء؟ لحاجات كتير جدا. اول حاجه، اغلب الناس ما عندهمش الاكسترنال روتيشن الخلفي ده كامل، فانت هتعوض ده بايه؟ هتعوض ده بحاجتين، انك هتطلع رقبتك لقدام عشان تعرف تنزل تحت ورا رقبتك، وانك هتعمل قرش في ظهرك. فده هيعمل لك مشكلتين، انت كده بتتعب الفقرات بتاع الرقبه، بتحط عليها ضغط كبير، وبتتعب فقرات ظهرك كمان القطنيه. ده غير ان انت اصلا برضو المفصل بتاع الكتف بتاعنا فيه زاويه لقدام كده، فانت جايبه للاخر وعمال بتنزل، فانت برضو بتتعب مفصل الكتف نفسه، وهيسبب معاك التهابات في مفصل الكتف. فاللاترال بول داون ده اللي بالوضع ده كده، يعني بص عشان انا اعمله محتاج اطلع رقبتي قدام ازاي عشان تعرف تجيبه كامل. كده مش هتعرف، هتخبط في راسك وتطلع راسك لقدام، فده بيتعب رقبتك نفسها الوضع اللي انت بتعمله ده، تمام؟ لان الناس كلها بيبقى فاكره ان هو ما يعملوا لورا كده بينشط عضله الظهر بشكل اكبر، وده اكبر غلط اصلا لابحاث كده. ان انت لما بتعمل البول داون الطبيعي الامامي ده افيد بكتير وبينشط العضلات بشكل افضل بكتير. ده غير ان هو بيحطك في وضع امن للكتف، انت كده عمر ما كتفك ما هيتصاب، تمام؟ فالبديل بتاعه ان انت هتعمل الامامي عادي خالص وانسى الخلفي ده نهائي، ملوش اي فايده بالنسبه لك. تعمل الامامي بالشكل ده كده بالظبط. اسوأ تالت تمرين بيسبب التهابات في مفصل الكتف وهو بيهايند ذا نيك بريس، والناس بتحب تلعبه على جهاز السميث ماشين جدا، اللي هو بيلعب بنفس الوضع ده كده وبيعمل ورا رقبته وبيطلع تاني. التمرين ده برضو نفس الفكره، انت بتحتاج تجيب رقبتك لقدام فبيتعب الفقرات. ده غير ان انت بتاخد وضع الاكسترنال روتيشن الكامل وبتخنق اوتار الكتف، برضو بتخنق الكتف، لان هو الكتف بتاعنا زي ما قلنا في درجه لقدام، هو الجسم بتاعنا مصمم بدرجه لقدام. فانت ما بتلعب الطبيعي ان انت تلعب شولدر فرونت بريس، هتلعب بالوضع الامامي ده. يعني عايز تلعبه الشولدر فرونت بريس، ما تخليش ايدك بجنبك كده، خليها زاويه 70 درجه قدام. بيستهدف معاك نفس العضلات وهيحقق معاك افاده اكتر، هيقلل معاك التهابات الكتف، هيخليك تحقق افضل نتيجه بدون ما تصيب نفسك. دي كده اسوأ 3 تمارين حرفيا بيدمروا مفصل الكتف، ودي البدائل بتاعتهم. فانت حاول تقلل التمارين دي خالص او تتجنبها،
وعرفنا في كومنت لو في تمرين معين انت عملته وسبب معاك التهابات في مفصل الكتف او خلاك مش قادر تتمرن، خصوصا ان مفصل الكتف ده مشهور جدا وناس كتير جدا بتصاب بيه. فعرفنا ايه التمرين اللي انت عملته وسبب لك الاصابه دي عشان غيرك يستفاد منه وياخد باله وهو بيعمل التمرين ده. بس وبكده يكون فيديو النهارده خلص. بس ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وتعمل اشتراك في القناه عشان يوصل لك كل جديد اول ما ننزله. نشوفكم في الفيديو الجاي على خير. السلام عليكم.